السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نبدأ فيديو جديد من قناة يوميات بسكوت عزو. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. هنا كانت جايبة معايا كيلو ونص بانيه قطعته شاورما. هستفاد منه كذا أكلة هنشوفها مع بعض دلوقتي. أنا خدت كمية كده من البانيه هعمله شاورما. الشاورما هنا هتطلع معايا على أكلتين اتنين. هبدأ هنا بعد ما غسلت البانيه كويس جدا جدا وقطعته قطع صغيرة كده. هحطه هنا اعمل له صدمة في الأول من غير دهون خالص، وهرش عليه رشة بسيطة فلفل أسود، وهشوح فيه شوية لحد ما ينزل ميته ويشربها تاني. وبعد كده هضيف عليه كمية البصل. هنا كمية البصل لو كتيرة أنا بحب أكتر البصل أو الفلفل أو أي خضار عشان يكتر معايا الكمية. هنا كمية البصل مظبوطة جدا جدا مع البانيه معايا. هقطع البصل جوانح صغيرة كده، ممكن نفرمه في الكبة، ممكن نقطعه أربع تربع كده أي حاجة معايا. وكنت محضرة برضو معايا الفلفل الملون. كل ما نزود في الخضار ممكن نحط له جزر، نبشر بجزرتين، ممكن نحط كوسة أي حاجة حسب الأكلة اللي أنا محتاجة فيها الشاورما. ممكن ناكلها شاورما كده لوحدها عادي، وممكن ندخلها في أكلات تانية، في مكرونة بالبشاميل، مكرونة عادية، ممكن ندخلها في كذا أكلة معايا. هنا بعد ما خلصت البصل هشوح فيه برضو شوية وهنزل عليه بالفلفل على طول. الكمية ما شاء الله هتكتر معايا من الخضار. وبرضو خدت شوية من البانيه هعمله برضو أكلة تانية معاكم دلوقتي. كل دي حاجات هنستفاد منها وهتنجزنا شوية في رمضان، في أيام رمضان، عشان رمضان السنة دي جاي في الوقت الدراسة. فعايزين أكتر الأوقات ما يكون عندنا الأكل يكون متفرز في الفريزر، يكون جاهز على طول. هنا ما شاء الله الكمية زادت معايا بعد ما حطيت البصل والفلفل الملون. لو فلفل رومي عادي برضو وفلفل حار عادي، انا كان عندي موجود، فانا حبيت ايه استغله واحط الكمية دي كلها عليه. هسيبه برضو يتشوح. بعد ما يدبل معايا شوية هنزل عليه بمعلقة بابريكا، فلفل اسود، ممكن بهارات فراخ عادي، الملح، كزبرة ناعمة. كل الحاجات اللي باضيفها عليه بيديني طعم ونكهة جميلة جدا جدا في الشاورما. هنا ممكن لو انا هاكلها شاورما كده لوحدها مش هدخلها في اكل تاني، ممكن احط عليها كوبايه زبادي صغيره او معلقتين زبادي. ودي معلقه هريسه. كل ده هيتشوح في قلب بعضه وهقلبه في قلب بعضه. اول ما يبدا الفلفل يدبل معايا كده انا اعرف ان الشاورما خلاص. وكمان عشان هشيلها في الفريزر، هشيلها مش برضو مش مستويه قوي، لان هطلعها من الفريزر. هقيد عليها برضو على نار هاديه، فهتبدا برضو ايه تستوي معايا، او هي هتكون مستويه عموما من الفريزر. كده خلاص، يعتبر دخلت في السوا معايا. هطفي عليها. هنا معايا كمية الشاورما. هبدأ أقسمها نصين، نص أشيله في علبة لوحدها، دي ممكن أستغلها في صينية مكرونة بالبشاميل إن شاء الله. الجزء الباقي معايا التاني هشيله برضو في علبة، أطلعها في يوم هتبقى أكلة لوحدها، شاورما لوحدها. ممكن جنبها شوية بطاطس، ممكن جنبها مكرونة رز بسمتي أي حاجة. دي برضو هتبقى أكلتين. يبقى أنا كده استغليت الكيلو البانيه عملت منه أكلتين اتنين، حبة للمكرونة البشاميل إن شاء الله نعملها مع بعض، وحبة تانيين هتبقى أكلة لوحدها. ممكن ناكل الشاورما كده لوحدها جنب بطاطس، جنب أي سلطة أي حاجة، هتبقى أكلة تمام واليوم هيعدي. هبدأ الأكلة التانية معاكم. دي برضو بقية البانيه اللي أخدته من الكيلو ونص. هبدأ أعمله هنا كفتة بالبرغل، تحفة جدا جدا جدا. جربوها، الكمية هتطلع معايا كتيرة جدا ما شاء الله من البرغل معايا. وممكن نضيف لها بطاطس مهروسة، بس أنا جربتها قبل كده بالبطاطس المهروسة. حسيت إن هي مكتومة قوي، مش طرية كده ولا هشة. انا جربتها بالبرغل كانت تحفة بصراحة. هنا فرمت بصلاية مع قرن فلفل احمر، ممكن رومي، بس الاحمر طبعا لونه بيدي طعم ولون حلو قوي قوي في الكفتة. بعد ما فرمت البصلاية انا ممكن افرم البانيه الاول لوحده، بس البصلاية لما بفرمها في الاول بتنزل لي المية بتاعتها، بتمشي الكبة معايا في البانيه. وحطيت عليها البانيه على طول، والتوابل بتاعته طبعا معلقتين بقسماط او فيجيتار او دقيق، والتوابل ملح وفلفل وسبع بهارات بس، وممكن بابريكا، ممكن معلقه هريسه، اي اضافه تانية ممكن. هنا حطيت معلقه صغيره بيكنج باودر، بحب احطها في الكفته بصراحه، بتدي هشاشه كده في الكفته، بتبقى جميله قوي. وعملت عليها بقى حزمه بقدونس.
بس الكاميرا هنا كانت مفصولة. دي معايا كوباية أو كوباية إلا كده برغل، نقعتها حوالي 3 ساعات أو ساعتين. وهاصفيه من المَيّة تمام أوي، وهافرمه برضه، أنا فرمته هنا لوحده عشان يطلع معايا ناعم شوية، وهاضيفه على الكفتة. يبقى أنا كده معايا الكفتة فيها بصلاية وقرن فلفل أحمر وحزمة بقدونس والبانيه أي كمية، وكوباية إلا شوية مش مليانة على الآخر برغل. البرغل هيكتر معايا الكمية ما شاء الله، طالعة الكمية كأنها كيلو زيادة. حطيتها في الفريزر تمسك شوية لحد هنا ما احضر للأكلة الوصفة التالتة معايا. هعمل تتبيلة البانيه كالعادة بعملها معاكم كل مرة. كيلو البانيه بعمل 6 معالق دقيق مع معلقتين نشا أو 3 معالق نشا، وهضيف عليهم التوابل بتاعتهم. هنا كان عندي الدقيق والنشا، حطيت عليه بابريكا وملح والبهارات 7 بهارات، والكمون، او ممكن ما نشيل الكمون وممكن فلفل بس، ومعاهم معلقتين زبادي ورشة زعتر خفيفة. الزعتر في البانيه او في اللحوم عموما بيدي طعم وريحة جميلة جدا. هنا كانت عندي علبة زبادي بلدي، عملت منها خدت بس معلقتين 2. ممكن نحط مستردة، وانا هي عندي انا مش بحب المستردة، عندي كاتشب هحط معلقتين، ممكن دبس رمان، ممكن صويا صوص، اي حاجة موجودة نحطها عليه. لا، الحركة دي عادية بتحصل في كل العائلات عادي. ايدي اتزحلقت من عصير الليمون، وحطيت ليمونه كله في قلب بعضه كده. ممكن عشان ادوب الدقيق مع النشا مع كله حطيت زي نص كوبايه ميه، ممكن لو لبن شغال، ممكن نلغي اللبن والزبادي ونحط لبن رايب. اي حاجه بنضيفها في البانيه من الحاجات الزبادي او اللبن بيديله طراوه، واللحمه بتكون طريه معايا بتبقى جميله جدا. هتبل البانيه كده وهركنه برضو في التلاجة شوية لحد ما اطلع الكفتة كده، كان عدى عليها وقت. هبدأ اصبحها معاكم. انا سبت الاتنين في التلاجة شوية، الكفتة في الفريزر والبانيه في التلاجة في التتبيلة، لحد ما احضر الغدا بتاعي على طول، كان عدى عليهم وقت. وهنا الشاورما كانت سخنة كده كده وسايباها تبرد عادي. هنا كان عدى حوالي زي ساعة ولا اكتر على الكفتة. بدأت اصبحها كده، ممكن نعملها كور، ممكن نعملها صوابع على عصيان الشيش طاووق عادي. انا عملتها صوابع كده عادية. دي هتتشال في الفريزر، ما فيهاش اي حاجة كده خلاص. هتطلع بتلجها يوم ما اجي اسويها ان شاء الله تطلع بتلجها. هحطها في صينيه مع رشه زيت، هتخش الفرن على طول. ممكن اديها غلوه على البوتاجاز وممكن ادخلها الفرن على طول. ما بتاخدش حوالي ربع ساعه في الفرن وتكون استوت معايا وزي العسل، بتبقى طعمها جميله جدا جدا. كفته بالبرغل. البرغل طبعا كلنا عارفينه ومفيد جدا، وفي نفس الوقت بيكتر الكميه معايا. يبقى انا استفدت من كيلو ونص البانيه، عملت وجبتين شاورما، وجبه للمكرونه ووجبه لوحدها، وبقت الشاورما عملتها كفته بالبرغل. يبقى انا كده استفدت ب3 اكلات، والكفته هتطلع معايا ممكن يعني ممكن ناخدها كمان واكلتين 2. هنا كنت خلاص خلصت طبق، انا هعمل حوالي 3 اطباق، وفي الاخر وانا جايه اشيلهم في الفريزر هحملهم على وجبتين 2، مش هشيل ال3 اطباق على بعض. هعمل الطبق وجبه. لو صباع كفتة على رغيف، في رغيف عيش مع بطاطس مع سلطة طحينة مع شوية سلطة، بتبقى أكلة جميلة جدا جدا وحاجة خفيفة للولاد برضو، كلهم بيعشقوا البانيه وبيعشقوا الكفتة. هنا خلاص خلصت الكفتة وركنتها، هبدأ أعمل البانيه بالفيجيتار. برضو هشيله في أطباق برضو في الفريزر. كل دي يا جماعة تحضيرات، أنا ممكن ما أجيب حاجة في حاجة، بس أنا عشان هصور الفيديو فلازم أعمل حاجة زي كده، لازم أجيب كمية البانيه زي كده. لو أي حد بيفرز لوحده ممكن أعمل البانيه لوحده بالفيجيتار وأشيله، دي وجبة لوحدها. ممكن مرة تانية أجيب برضو كمية بانيه أعملها فيجيتار وأعملها شاورما واشيلها لوحدها برضو. دي حاجات لازم اجيبها كلها مرة واحدة في فيديو، عشان ده تصوير ولازم كله يطلع في فيديو واحد. هنا كنت خلاص البانيه عدى عليه وقت طويل في التتبيله بتاعته، هعمله بالفيجيتار. ما حطيتش بيض، ما حطيتش دقيق، ما حطيتش اي حاجه بره، انا كل ده حطيته في التتبيله نفسها، لكن ما بستخدمش البيض خالص خالص في البانيه. هنا ما شاء الله الله اكبر، كانت خلاص الكفته خلصت 3 اطباق، بس انا هشيلهم على طبقين دلوقتي. الكيلو البانيه عملته على طبقين، الطبق يطلع وجبه. يبقى الكيلو ونص بانيه عمل لي 3 اكلات، والكيلو البانيه عمل لي اكلتين، يبقى البانيه كله عمل لي 5 وجبات. فده كله هستفاد منه في رمضان برضو، مش هياخد وقت معايا في اي وقت يكون اليوم في شغل عندي تاني، عندي دروس، عندي مدارس بنزل مع ولادي، هاجي مستعجلة، فكل دي تبقى تحضيرات جاهزة في الفريزر. جربوها هتبقى حلوة جدا جدا.
اسفه، انا قلت في التسجيل ان هم يطلعوا 5 وجبات، لا هم طلعوا 6 وجبات، طبقين شاورما وطبقين كفته وطبقين بانيه، يبقى طلعوا معايا 6 وجبات. من الكيلو ونص البانيه قطعته، وكيلو بانيه سليم شيلته بالفيجيتار. ان شاء الله مع بعض في التجهيزات بتاعه رمضان. ما تنسونيش اللايك والاشتراك في القناه. جربوا تحضيرات رمضان دي، بتبقى جميله جدا جدا، بتسعف في الوقت وفي ايام رمضان، وخصوصا ان احنا في المدارس. واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. كل ده هيتكيس واشيله على طول في الفريزر. جميله جدا جدا، والاكل بيبقى زي كانه فريش، مش طعمه مش متغير خالص. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.